اقوى خدعه في البيع، ازاي تخلي العميل يقول وانت لسه ما بعتلوش حاجه. 90% من الناس بتكره البيع، بس لو عرفت السر هيبقى البيع بالنسبه لك شيء سهل جدا. وخليني احكي لك الحدوته دي. كان في شاب اسمه حمزه بيشتغل في محل موبايلات، كان كل ما يعرض على عميل موبايل يرفض، مش عارف يبيع حاجه. فصاحب المحل جه قعد معاه وقال له انا هقول لك على طريقه سهله جدا تعرف تبيع بيها. انت تخلي العميل يقول لك قبل ما تبيع له اي حاجه. ازاي؟ تبدا تسال اسئله على العميل اجابتها كلها زي مثلا انت عايز تشتري موبايل جديد؟ هيقول لك طيب ايه رايك لو بطاريته تعيش معاك اكتر؟ طب لو الكاميرا بتاعته شكلها عامل كذا؟ فيبدا العميل يقول لك لحد ما تبدا تعرض عليه الموبايل بتاعك، فيبدا يقول لك فعلا عندك حق، انا عايز اشتري الموبايل ده. من الاخر انك تدرب المايند سيت بتاعت العميل على الموافقه قبل اي حاجه، لان قرار الشراء بيبقى صعب والرفض بيبقى اسهل من الموافقه. فانك تدرب العميل على انه هو يقول لك ده اسهل بكتير جدا من انك تعرض عليه بشكل دايركت الحاجه اللي انت عايز تبيعها. في كتاب ذا سايكولوجي اوف سيلينج، براين تريسي بيتكلم عن ان البيع مش انك تقنع العميل بالبيع، البيع هو انك تفهم العميل احتياجاته وتلبي له رغباته. اكتب لي في الكومنتس سيلينج وانا هقول لك طرق تقنع بيها العميل بتاعك ايا كان الاندستري بتاعك كان ايه.